نعيش هذه اللحظة في الحلقة 53 من سلسلة التعريف بالصحابة غير المشهورين مع صحابي جليل مسعود بن ربيعة القارئ، صحابي جليل من السابقين الأولين، أسلم قديما قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم كما جاء في الاستيعاب. هاجر إلى المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبيد بن التيهان كما جاء في أسد الغابة. شهد بدرا وأحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه بقية المشاهد. توفي مسعود عام 30 وقد تجاوز 60 عاما كما جاء في أسد الغابة. انظر، عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم لا نعرف سيرتهم بل وأسماءهم ولا يضرهم ذلك، وليس واجبا علينا معرفة أسمائهم بالتفصيل، ولكن الواجب علينا أن نحبهم وأن نحترمهم وأن نعتقد فيهم الفضل والخيرية، وأنهم كلهم ثقات عدول اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وأنهم كلهم في الجنة كما قال الله فيهم وكلا وعد الله الحسنى. تدري متى قال الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى؟ لما ذكر الصحابة في سورة الحديد، فذكر قوما آمنوا وأنفقوا قبل الفتح، وذكر قوما آمنوا وأنفقوا بعد الفتح، وأخبر بأن الذين آمنوا وأنفقوا قبل الفتح أعظم أجرا ومكانة ومنزلة من الذين آمنوا وأنفقوا وهاجروا بعد الفتح. ثم جاء بلفظ تفضيل عام يشمل الأولين والآخرين فقال وكلا وعد الله الحسنى، فلا تحتقر الآخرين لأنه تأخر إسلامهم، فالله تعالى قد قال وكلا وعد الله الحسنى، ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة فقد وقع عليه الفضل، وكلا لهم الفضل والحسنى.